أشعريين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف بيوتات الأشعريين في ظلمة الليل وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن. اليوم بعض البيوت تعرف بالكلاب تنبح بها، صحيح وإلا لا؟ وتعرف بعض البيوت بالزمر والطرب، وتعرف بعض البيوت بالمعاصي والفسق، والأشعريون يعرفون بتلاوة القرآن. والله قلبي يتفطر. كنت يوما في محاضرة في إحدى المناطق وأنا خرجت في الفجر وإذا بأسمع كلابا متعددة أصوات. سألت من عندي، قلت: حبيبي أين هذه المزبلة؟ قال: لا، هذا بيت مقابل للمسجد. كلاب لا أدري أي، ولا أستطيع أن أقول لكم. والله قلبي يتفطر في مكان له من المنزلة العظمى. أسأل: بمن ابتدى هذا؟ وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الأمة إذا كانت صالحة بعد عنها المعاصي والفسق، والبيت إذا كان صالح بعد عنه الفجور وغيره. من الحقائق أيها الأحبة التي يجب أن نعلمها أن الصلاح والهداية هي أعظم ما يعطيك الله إياه، أعظم من الدنيا وما فيها أيها الإخوة. نحن اليوم أيها الإخوة عندما يزيد رصيد الإنسان أو منصبه، عندما يجد شيئا من عرض الدنيا، عندما يخلف أراضٍ وممتلكات وأبراج وغيرها، يقال: ما شاء الله فلان مرزوق. ولكن الذين شاهدوا قارون لما خرج على قومه في زينته، وإذا بالذين يريدون الحياة الدنيا ينادون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما الذي قال أهل الإيمان والتقوى؟ قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. والله تسبيحة خير من أبراج جد.